يا مساء الخير. تعالوا النهارده نشكر ونحتفل بالدكتور كيرلس عجيبي. كيرلس عجيبي ابن مدينة ملاوي، محافظة المنيا، اللي بيقود فريق بحثي في جامعة هارفارد في الفيزياء الكمية. كيرلس قدر يكتشف جهاز صغير يقدر يتحكم في سرعة الفوتونات الضوئية. الفوتونات الضوئية الأسرع في العالم، في الكون كله، هي أسرع حاجة في الكون كله. بيقدر كرولوس إنه يخترع جهاز صغير يقدر يتحكم في سرعة الفوتونات الضوئية دي بتكنولوجيا الميتا سيرفيس. وكرولوس الحقيقة الناس كلها نشر بحثه في مجلة ساينس الأشهر في العلوم. وكرولوس الحقيقة جامعة هارفارد بنفسها عملت حاجة زي مقال كتبته بعنوان المنيا، محافظة المنيا المصرية تغير وجه العالم. الاكتشاف اللي اكتشفه كرولوس الأوساط العلمية كلها بتقول إن هو زيه زي اكتشاف الذرة بالظبط، لأن ده اللي عمله كرولوس وأصدقائه بقيادة كرولوس نفسه هيقود العلم إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما. هيخلي الحاجات أسرع بكميات هائلة، الحوسبة هتبقى أسرع بمئات المرات، الاتصالات هتبقى فائقة السرعة وغير قابلة للاختراق، الحساسات بتاعت الأجهزة الطبية هتبقى أسرع في الاستشعار في كل الأماكن هيبقى أسرع وأقوى، فتقدر تتنبأ بالزلازل. يعني هيغير وجه الكيمياء، الفيزياء الكمية بطريقة غير عادية. فكرولوس الحقيقة ان احنا واضح جدا ان احنا داخلين ان شاء الله على نوبل جديدة في الفيزياء. وواضح ان ولاد مصر النجباء مصممين ان هم يقولوا للعالم ان احنا اصل العلم واحنا اصل الحضارة، وان مصر ابدا ابدا لن تنهزم. شكرا كرولس، وشكرا لكل مصري بيحب بلده، بيرفع راس بلده واسم بلده لفوق. وهي دي القوة الناعمة اللي احنا بنحبها، وهم دول الناس اللي المفروض يبقوا قدوة ومكانة وياخدوا مكانتهم، ونحييهم كلنا ونشجعهم كلنا. ارجوكوا شيروا الفيديو دوت، خليه يوصل لكرولوس ولعيلته ولاهله عشان يعرفوا ان احنا كلنا فخورين بيه، وكلنا بنحبه، وكلنا بنسقف له، وكلنا نتمنى ان ولادنا يبقوا زيه. شكرا كورولوس، شكرا لكل مصري بيحب بلده. اشوفكم على خير، شكرا للمتابعه. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. مساء الفل.